اتكلمنا قبل كده ان انت المرة دي هتلعب دوري ابطال افريقيا، ولازم تلعب وتنافس عليها عشان تكسبها كمان، لان هدفك لازم يكون المشاركة في كاس العالم للأندية اللي العوائد المادية تكاد تصل ل10 مليون دولار كمشاركة فقط. يعني انت لو شاركت بس في كاس العالم ده بتاخد 10 مليون دولار، مبلغ رهيب هيحل لك كل مشاكلك تقريبا. لا وكمان ممكن يرفع من امكانيات النادي المادية. فانا شايف ان تحسين مسار نادي الزمالك في العموم بدايته من دوري ابطال افريقيا، واللي ممكن نقول عليها كمان ان هي اصلا بدات لما حضرتك فزت بالدوري. ومن وجهه نظري عزيز زملكاوي، وانت بتبني فريق قادر يفوز بدوري الابطال، لازم تحط في اعتبارك انك تجيب صفقتين على الاقل، صفقات كلاس A، صفقات نجاحهم مضمونه معاك. صفقات زي علي حمدي ومودي ناصر هي صفقات مبشره، لا اكتر ولا اقل. واللي كان قبلهم بقى عمرو ناصر واحمد شريف واحمد ربيع، كل دي صفقات مش هتعمل لك الفارق. جايز صفقة منهم تكون استثناء زي محمد اسماعيل كده مثلا، بس كنادي زي الزمالك محتاج يكون التارجت بتاعه في الموسم الحالي ده وفي الميركاتو الحالي ده صفقتين تقال يعملوا لك طفرة في المراكز اللي عندك فيهم ثغرات. وواحد من الاسماء اللي قادرة تنقل لك شكلك الهجومي لمستوى مختلف تماما عن الكرة المصرية ونجاحها مضمونة معاك بنسبة كبيرة جدا هو البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا. ايه هي امكانيات اللاعب ده وليه هيكون مناسب للزمالك، وهل سعره هيبقى على قد الايد ولا لا؟ ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده. ولكن قبل ما نبدا كلامنا، اتمنى من حضرتك عزيزي الزملكاوي انك تعمل لايك للفيديو ده بحيث اننا نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. كمان لو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات، لان ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي هيبقى فيه فيديوهات مهمه جدا عن ازاي تبني فريق يقدر يفوز بدوري ابطال افريقيا. كمان هنتكلم عن معتمد جمال وهل يستمر مع الزمالك ولا لا، ولسه هنرشح لاعيبه تانية كتيره جدا. ولكن قبل ما تعمل اي حاجه من دي اوعى تنسى تصلي على النبي في سرك، ومش لازم في كومنت. طيب بسم الله. مبدئيا عزيز الزملكاوي، الزمالك لو بيدور فعلا على نقله حقيقيه في خط هجومه فلازم ريبيرو ده يكون واحد من اهم الاسماء اللي موجوده في الترشيحات. ليه بقى؟ لان هنا احنا مش بنتكلم عن لاعب ارقامه حلوه وخلاص، احنا بنتكلم عن خامه هجوميه كامله متكامله. في الحقيقه عزيز الزملكاوي، وانا بتفرج على اللاعب ده من خلال بعض الفيديوهات كده، اقسم بالله ما عايز اطلع من الفيديو بتاعه. كميه متعه بيقدمها اللاعب ده مش طبيعيه. بيقدر يعمل كل شيء ممكن لاعب يعمله في الملعب. اللاعب ده بيقدر يعدي واحد على واحد بمنتهى السهوله. كمان الار 2 بتاعته بتثبت لك فعلا ان هو لاعب برازيلي. كمان عنده رؤيه جيده جدا للملعب. وكمان اللاعب ده بيقدر يلعب في اي مكان هجومي. صانع اللعب رقم 10، جناح شمال، جناح يمين، وده مركزه الاساسي بالمناسبه. كمان بيلعب تحت المهاجم وحتى المهاجم الوهمي. وده معناه ان اي مدرب بيحب المرونه التكتيكيه هيستمتع جدا بوجود لاعب بالمنظر ده. وده معناه ان في كل طريقه لعب هيقدر يديك حلول مختلفه تماما هجوميا. والاهم بقى ان ريبيرو مش لاعب استعراضي وخلاص، لا ده لاعب سريع جدا، ممتاز في الواحد على واحد، مراوغاته مؤذيه لاي دفاع، وعنده هدوء كبير جدا تحت الضغط. واهم نقطه بقى من وجهه نظري ان اللاعب ده ما عندوش حاجه اسمها ان انا اروح انفراد واضيعه، لا بيعرف يخلص الهجمه بشكل ممتاز. كمان رجله الشمال قويه جدا سواء في التسديد او صناعه الفرص، عنده ايجابيه كبيره جدا على المرمى. يعني تقدر تقول كده ان اللاعب ده بمجرد بس ما بيستلم الكوره كل تفكيره بيبقى ازاي هروح لمرمى الخصم. مفيش حاجه بقى اسمها ان انا اخد الكوره ارجعها تاني للمدافع، اخد الكوره ابطئ الريتم، لا ده بياخد الكوره على طول مباشر كده لمرمى الخصم، نفس اللي بيعمله خوان بتزيرا. يمكن انا عارف وانت عارف ان اكتر حاجه بتميز خوان بتزيرا انه مباشر جدا على مرمى الخصوم. بياخد الكوره هو اللي بيروح للمدافع عشان يرقصه او حتى يعمل زياده عدديه في المناطق الهجوميه. وده بصراحه عزيز الزملكاوي شيء الزمالك كان بيفتقده بوضوح في اخر كام مباراه لعبها في الدوري. طيب احنا لحد دلوقتي ماشيين زي الفل. قبل ما اقولك على ارقام الخرافيه من وجهه نظري يعني مع سان داونز، تعالى كده اكلمك عن سعره شويه. يا كابتن هادي، اكيد لاعب بالامكانيات والمواصفات دي سعره ممكن يكون خيالي شويه او اعجازي شويه على الزمالك. خليني اقول لك عزيز الزملكاوي المحترم ان اللاعب ريبيرو ده في اخر فتره ليه كان مع نادي اسباني، النادي ده هبط، فبالتالي اللاعب ما كانش بيظهر باحسن شكل، وده قلل قيمته السوقيه. يعني ايه؟ يعني اللاعب ده لما كان مع سان داونز كان بكام قيمته السوقيه؟ يعني كان ب3 مليون دولار. عارف دلوقتي بقى بكام؟ ب1.5 مليون يورو. بس خلي بالك بقى يا معلم، لان اللاعب ده عليه خناقه من فرق كتيره جدا مهتمه بيه.
الترجي والرجاء والوداد وكايزر تشيفز وحتى انديه من اسبانيا. ده بعيدا طبعا انه يوضح ان اللاعب لسه مطلوب جدا في السوق، ولكن من وجهة نظري ان اللاعب ده مش هيبقى سهل ان انت تروح تتفاوض معاه وتتعاقد معاه. لازم عشان تبقى رايح بس تتكلم معاه تكون حاطط مثلا في جيبك كده 2 مليون يورو، 2 مليون دولار عشان تروح تتفاوض معاه، واللاعب ممكن يوافق بيك. طيب هل ال 2 مليون دولار كتير على لاعب زي ده؟ من وجهة نظري لا لا لا. يعني انت لاعب، على فكره انت بايع دونجا بمليون دولار، واحد زي حسام عبد المجيد ده لو سوقته صح ممكن يجيب لك ال 2 مليون دولار عادي جدا. ده غير بقى ان انت عندك لعيبه كتيره جدا في سكواد الزمالك مالهمش اي تاثير او مالهمش اي لازمه، بمعنى اصح كده ومن الاخر يعني تقدر تبيع لاعب واثنين وثلاثة واربعة، وتقدر انت تجيب 2 لاعبين بنفس امكانيات لوكاس ريبيرو كوستا ده، مش لاعب واحد بس. من وجهة نظر عزيز الزملكاوي انا شايف ان الزمالك في الميركاتو ده لازم يبدأ يدور على الكيف مش الكم. الزمالك محتاج 2 لاعبين بس يقدروا يشيلوا لك الموسم بتاعك، 2 لاعبين واحد منهم زي اخوان بتزيرة مثلا وعدي الدباغ. انما بقى لو دخلت الميركاتو ده حاطط في دماغك ان انت تجيب اكبر عدد من اللاعبين وحطيت في دماغك فكرة الكم مش الكيف، هتكرر نفس اللي عملته في الموسم اللي فات، وهتكرر نفس تجربة بقى احمد شريف وعمرو ناصر واحمد ربيع، لعيبة انا ما قدرتش استفاد منهم على مدار الموسم بالكامل. يعني مثلا واحد زي احمد ربيع ده في نهائي الكونفدرالية قدام اتحاد العاصمة، انا كمعتمد جمال ما قدرتش ان انا اخليه يشارك في المباراة دي بسبب ان مستواه لا يؤهله انه يلعب مباراة نهائي، رغم خلي بالك ان احمد ربيع بيقبض ملايين برضه مني كل موسم. يعني هو على فكرة احمد ربيع جايب 45 مليون، احمد شريف كذلك الامر، عمرو ناصر كذلك الامر، فليه انا ما استغلش الفلوس دي واوفر الفلوس دي في لعيبة تقدر تفيدني من اول لحظة تنزل فيها الملعب. طيب تعال بقى كده نبص على ارقام اللاعب ده مع سان داونز. لعب 88 مباراة، سجل من خلالهم 37 هدف وعمل 23 اسيست. يعني كم مساهمة تهديفية؟ يعني 60 مساهمة تهديفية في 88 مباراة، وفي موسم واحد بس قدر يوصل ل 32 مساهمة تهديفية. وده خلي بالك عزيز الزملكاوي رقم مرعب للاعب بيلعب جناح في افريقيا، لكن اللي يفرق فعلا ان تأثيره داخل الملعب اكبر من الارقام نفسها. حاجة كده نفس اللي بيعمله برضه خوان بتزيرة. يمكن لما تشوف خوان بتزيرة كارقام هتحس ان هو مظلوم في الحتة دي. ريبيرو كشخصية هو لاعب كبير جدا، بياخد القرار الصح في التلت الاخير، بيعرف امتى يراوغ، امتى يمرر، امتى ينهي الهجمة بنفسه، وده اللي خلاه واحد من اخطر اللاعبين في افريقيا وقت وجوده مع صن داونز. وحتى في كاس العالم للانديه كان ملفت جدا برضه، وقدر يثبت نفسه قدام مستويات اعلى منه، وده مؤشر مهم على جوده اللاعب. نيجي بقى لاهم نقطه من وجهه نظري، اللاعب حاليا فري بعد تجربته الاخيره في اسبانيا وهبوط فريقه للدرجه الثانيه، بقى متاح يتباع بدون مقابل، ودي فرصه ذهبيه لاي نادي يعرف يستغلها صح. والكلام هنا مش عن لاعب كبير في السن او جاي يقضي اخر سنينه معاك، انت بتتكلم عن لاعب عنده 27 او 28 سنة، يعني لسه يعتبر في عز مستواه. والاقوى ان في اندية كتيرة جدا مهتمة بيه زي ما قلت لك. هل بقى الزمالك يقدر يدخل في الصفقة دي؟ من وجهة نظري ايوه، خصوصا ان اللاعب مضمون نسبيا في افريقيا، متأقلم على اجواء القارة وعارف الضغط والبطولات والجماهير، وده مهم جدا بدل ما تدخل بقى في ريسك لاعب جديد محتاج وقت طويل للتأقلم معاك. كمان تخيل ريبيرو ده وسط الجودة الهجومية اللي موجودة دلوقتي، لاعب بالشخصية والمهارة دي ممكن يغير شكل الهجوم بالكامل لما يتحط في منظومة فيها عدي الدباغ اللي بيتحرك بشكل ممتاز، وعلى الناحية التانية بتاعته معاه خوان بتزيرة اللي هو برضه لاعب بنفس الامكانيات بتاعته او اقل شوية. في رأيي الشخص عزيز الزملكاوي لو الزمالك قدر يحسم صفقة زي دي فاحنا بنتكلم عن واحدة من اقوى الصفقات اللي دخلت في الدوري المصري كله، مش في نادي الزمالك بس. اتمنى من حضرتك عزيز الزملكاوي انك تعلي سقف طموحاتك شويه في الصفقات، سيبك بقى من صفقات مودي ناصر ومودي امين وحمو بيكا والناس دي. احنا داخلين يا جماعه في مستوى تنافسي كبير جدا واعلى بكتير جدا من الكونفدراليه، فلازم الصفقات اللي هتعملها دي تكون على قد الطموحات اللي انت داخل تعملها. هل انت داخل دوري ابطال افريقيا عشان تخرج من دور المجموعات او من دور التمهيدي؟ لا يا معلم، انا داخل عشان اخد البطوله دي. طب حضرتك ازاي هتدخل البطوله دي عشان تاخدها وانت معاك لعيبه يعني من وجهه نظري لا تستحق انها تلعب في فرق منتصف جدول، وهنتكلم عنهم خلي بالك في فيديو تاني. علي سقف طموحاتك عزيز الزملكاوي في الصفقات. نجيب اللعيبه ما نجيبهاش، انت مش هتحط حاجه من جيبك، الاداره هي اللي تتصرف، جون ادوارد هو اللي يتصرف، واللي مش عاجبه
يمشي يا جماعه وما يكملش، واحنا هنطلع وهننتقد الاداره لو ما جابتش اللعيبه والصفقات اللي فعلا تصنع معاك الفارق وتكسبك بطوله زي دوري ابطال افريقيا. كان معاكم ادي هشام، مع السلامه.